سنة 2012 نزل كتاب اسمه حروب الأشباح الإسرائيلية. بيتكلم الكتاب عن عمليات وحدة كيدون الإسرائيلية السرية، ودي الوحدة اللي تأسست في سنة 1972 وتأسست جوه جهاز المخابرات الإسرائيلي اللي هو الموساد، وكانت مهمتها الاغتيالات. الكتاب اتكلم عن اغتيالات إسرائيل لعلماء إيران النوويين. طب احنا ايه اللي يخصنا؟ انت تقصد يعني ان الوحدة دي هي اللي اغتالت علمائنا؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وساعدوا في انتشار الحلقة لأنها من أهم الحلقات اللي هتشوفوها. بص يا سيدي، الكتاب بيقول إن قبل تأسيس وحدة كيدون كانت الأعمال دي من اختصاص وحدة تانية اسمها قيصرية، وإذا كان الهدف واحد وهو تصفية العلماء يبقى كيدون ومن قبلها قيصرية هي المسؤولة عن تصفية علمائنا، زي مثلا إينشتاين العرب أو الدكتور علي مصطفى مشرفة اللي لفت أنظار العالم بسبب القنبلة الهيدروجينية. واللي حصل إن في سنة 54 أجرت الولايات المتحدة أول تجربة للقنبلة الهيدروجينية في المحيط الهادي، وفي التجربة دي اختفت 3 جزر من الوجود، وده نتيجة القوى التدميرية الرهيبة للقنبلة الهيدروجينية. طب ايه علاقة اينشتاين العرب بالقصة دي؟ هقول لك. اينشتاين العرب او الدكتور مشرفة من اهم علماء الذرة في العالم، وكان ليه اكتر من 25 كتاب بخلاف ابحاثه ونظرياته المهمة في مجال الذرة والاشعاع والنسبية والسرعة وغيرها. وبسبب ابحاثه الخطيرة في الذرة اتسجل كواحد من 7 علماء قدروا يعرفوا سر الذرة في العالم. لكن البحث الاخير واللي بيتكلم عن العلاقة بين المادة والاشعاع هو اللي كان السبب في ان العالم يبدأ في تحويل الذرة لإشعاعات وتبدأ تجارب إنتاج القنبلة الهيدروجينية. وللأسف بعدها في ظروف غامضة يختفي مصطفى مشرفة من الوجود، وأصابع الاتهام كلها تشاور على العصابات الصهيونية. الموضوع ده سنة 50، وفي سنة 52 ماتت برضه في ظروف غامضة تلمسته وزميلته في كلية العلوم جامعة القاهرة الدكتورة سميرة موسى. وسميرة موسى هي أول عالمة ذرة مصرية، وحصلت على أكتر من دكتوراه في مجال الذرة، وعشان كده أطلق عليها لقب ميس كوري المصرية. كانت أبحاثها بتهتم باستخدام الذرة والطاقة النووية في السلم، وتحديدا في مجال الطب، لكن كان لازم أبحاثها تقف بعد اكتشافها لمعادلات مهمة في المجال النووي، وهي عن تفتيت ذرات المعادن الرخيصة، يعني ممكن عن طريقها صنع قنبلة نووية رخيصة. بعدها اتوجه لها دعوة لزيارة المفاعلات النووية في كاليفورنيا، وبالفعل راحت، لكن كان الطريق كله منحدرات وجبال، وفجأة ظهرت عربية نقل قطعت الطريق على العربية اللي هي فيها وحدفتها من فوق الجبل عشان تنزل ميتة. كان ممكن اعتبار الحادثة قضاء وقدر، لكن هروب السواق المجهول ونفي إدارة المفاعل النووي في كاليفورنيا إنها بعتت حد يوصلها، كل ده كان محل شك إن إسرائيل هي المتهم. ده غير ان سميرة موسى قبل الحادثة رفضت الشغل لخدمة امريكا. العرض كان من رأي ابراهيم الممثلة اليهودية واللي كانت بتشتغل مع المخابرات الاسرائيلية وقتها، وده اللي اتأكد مؤخرا بعد اعلان حفيدة رأي ابراهيم باشتراك جدتها في عملية الاغتيال. وبنفس الطريقة اللي اتقتلت بيها الدكتورة سميرة موسى اتقتل العالم المصري الدكتور سمير نجيب، واللي ترشح في بعثة لامريكا لاستكمال ابحاثه في مجال الطاقة النووية والفيزياء، وبسبب عبقريته اتعين أستاذ مساعد بجامعة ديترويت بأمريكا، وبدأ فيها مجموعة من الأبحاث اللي خلته يستقبل كتير من العروض المادية لاستكمال أبحاثه، لكن استكمالها مش لمصر، وبسبب كده رفض الدكتور سمير العروض وقرر الرجوع لمصر مع هزيمة 67، وحجز الطيارة بالفعل. لكن اللي حصل كان مريب، اتطلب منه انه ما يسافرش واغروه بمبالغ كبيرة، ومع تصميمه سابوه يسافر، لكن في طريقه للمطار فاجأته عربية نقل ضخمة كانت مصممة تصدمه، وبالفعل مات الدكتور سمير نجيب قبل ما يوصل للمطار، وكالعادة الفاعل مجهول. وفي سنة 75 وتحديدا في تشيكوسلوفاكيا كان عالم الذرة المصري الدكتور نبيل القليني بيشتغل على آخر أبحاثه واللي كانت عن الطاقة واستخدام اليورانيوم. الأبحاث دي خلت العالم الكبير محل اهتمام العالم وهدف من أهداف الأشباح الإسرائيلية. اختفى العالم الكبير واتقطعت أخباره، وحاولت الجامعة المصرية التواصل معاه لكن مفيش أي استجابة. بعدها تواصلت مع إدارة جامعة براغ اللي تجاهلت الرد، لكن مع الإلحاح من جامعة القاهرة قالت الإدارة إن العالم المصري جاله اتصال تليفوني وإنه خرج وبعدها اختفى. طب هو لما اختفى إزاي الإدارة عرفت بموضوع المكالمة اللي جات له؟ وليه تعمدت ما تردش على الجامعة المصرية من البداية؟ الغريب إن ما حصلش تحقيق في موضوع اختفائه ولا حتى ظهرت جثته، فهل اتقتل ولا أجبروه على السفر لبلد تانية والشغل على أبحاث معينة، ولا اتعمل له غسيل دماغ ونسى كل شيء
شيء واتنسى هو كمان. ونروح لسنة 80 اللي فيها وصلت رسالة من فرنسا بتقول في مضمونها إن فرنسا جهزت كمية الكحك الأصفر المطلوبة ولازم المرسل إليه يسافر عشان يستلمها. الرسالة دي وصلت لعالم الذرة المصري يحيى المشد، وكان مقصود بالكحك الأصفر شحنة اليورانيوم الخاصة بالمفاعل النووي العراقي. وكان يحيى المشد من أهم 10 علماء على مستوى العالم في مجال التصميم والتحكم في المفاعلات النووية. اشتغل المشد في العراق اللي كانت بدأت مشروعها النووي بالتعاون مع فرنسا، لكنه تعرض للتخريب في حرب الخليج الأولى، فقررت العراق إنها تستعين بأفضل العلماء لإعادة تشغيل المفاعل، واختارت العالم المصري يحيى المشد. وطبعا كانت إسرائيل بالمرصاد لأي مشروع نووي عربي ولأي عالم عربي يشتغل في المجال ده. وبعد سفر الدكتور يحيى المشد لباريس لاستلام شحنة اليورانيوم، لقوه ميت في أوضته بفندق الميريديان وفي تكسير في عظم الجمجمة. بعدها بشهور فجرت إسرائيل المفاعل النووي العراقي، واللي اعترفت بيه مؤخرا بعد رفع السرية عن الموضوع. وعلى قوائم الاغتيالات السوداء لإسرائيل كان موجود اسم العالم المصري سعيد السيد بدير، المتخصص في مجال الصواريخ والاتصال بالأقمار الصناعية والمركبات الفضائية خارج الغلاف الجوي، واللي كان بيشتغل وقتها في ألمانيا على أبحاث مهمة عن الأقمار الصناعية والسيطرة على الرسائل اللي بتتبعت من الأقمار دي، سواء كانت أقمار تجسس أو استكشاف. وبعد ما توصل لنتائج مهمة جدا في أبحاثه، بدأ يواجه مشاكل زي سرقة أبحاثه وتفتيش بيته في غيابه، وده خلاه يبعت أسرته لمصر بسرعة قبل ما يتأذوا، لأنه كان فاهم كويس مين اللي وراه. خلص الدكتور سعيد عقده مع ألمانيا ونزل مصر، واختفى في بيت أخوه في اسكندرية لحد ما يخلص أبحاثه، لكنه ملحقش يعلن النتيجة. للأسف اتسرقت نتيجة الأبحاث من وسط أوراقه اللي لقوها متبعترة في الأوضة بعد ما لقوه مرمي ميت تحت البلكونة. وفي سنة 93 لقوا راهب الجغرافيا أو العالم الكبير دكتور جمال حمدان ميت في بيته، وقالوا وقتها إن الجثة اتفحمت نتيجة حريقة كبيرة حصلت في الشقة. واتقال كمان إنه مات مخنوق من الغاز قبل النار ما تمسك في الشقة، واتقال إنه اتضرب على راسه قبل فتح الغاز وقبل الحريقة. الغريب في الحادثة إن العالم الكبير كان مقيم معاه طباخ بيخدمه، والطباخ ده اختفى قبل الحادثة بكام يوم. لكن الأغرب والأخطر كان اختفاء مسودة آخر 3 كتب بيكتبها جمال حمدان. طب ليه إسرائيل هتقتل عالم جغرافيا؟ وإذا كانت الكتب اختفت فإيه اللي عرفنا إن كان في كتب أصلا؟ بص يا سيدي، قبل الحادثة بشهر كان في حوار لجمال حمدان في الأهرام، واتكلم عن ال3 كتب اللي خلصهم وهينشرهم قريب، وكان من بينهم كتاب عن اليهودية والصهيونية. والمعروف إن جمال حمدان اتكلم في أكتر من كتاب عن الاستعمار الصهيوني وبدايته، وكان هدفه في كل كتبه إثبات إن اليهود الحاليين مش هم أحفاد سيدنا يعقوب ولا أحفاد اليهود اللي خرجوا من فلسطين زمان. قضية قتل جمال حمدان اتقفلت باعتبارها حادثة، رغم إن الطبيب الشرعي قال إن الحريق كان في رجليه وما يسببش الوفاة، ده بخلاف إن الحريق ما مسكش في الشقة كلها وكان في المطبخ بس. ونفس اللي حصل مع الدكتور جمال حمدان حصل بشكل مختلف شوية مع الدكتورة سلوى حبيب. والكلام عن مؤامرات السيطرة على النيل وعن بناء دولة من النيل للفرات زي ما بتخطط إسرائيل هو اللي فسر اللغز وربط بين الحادثتين. طب مين الدكتورة سلوى حبيب؟ الدكتورة سلوى حبيب صاحبة كتاب اسمه التغلغل الصهيوني في أفريقيا، والكتاب هو واحد من 30 بحث للدكتورة سلوى، كلها بتتكلم عن المشروع الصهيوني اللي ابتدى مع القرن العشرين واللي بيتحقق في أثيوبيا وجنوب السودان وكينيا لسرقة نهر النيل. والكتاب ده بالذات بيتكلم عن أسرار مهمة وعن مشاريع تبان إنها للتنمية، لكنها في الحقيقة مشاريع وضع يد على منابع النيل. الدكتورة سلوى لقوها مدبوحة في شقتها سنة 95، ومعرفوش مين اللي دخل عندها وقتلها رغم التحقيق مع 1000 شخصية وقتها، لكن القضية اتأيدت ضد مجهول. قبل ما اختم عايز اقول لكم ان اغلب الاسماء اللي اتذكرت النهاردة ممكن تكونوا بتسمعوها لأول مرة، رغم انهم علماء كبار وليهم بصمة، لكن للأسف احنا اللي ما بنديش للعلماء حقهم. تفتكروا بقى لو العلماء دول ما كانوش سافروا بره مصر وابحاثهم فضلت هنا، كانت بلدنا هيكون شكلها ايه؟ بس كده، يا رب ما كنتش طولت عليكم وكون قدرت احكي لكم الحكاية اللي كانت معايا النهاردة بشكل مبسط وسهل. كان معاكم اخوكم ناصر حكاية. سلام عليكم.